السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الفيديو بقى النهاردة حلو جدا ومبهج ومنعش في نفس الوقت. بقى لي شهر مش عارفة اصور فيديو واحد بسبب الحر، لا عارفة اعمل اكلة حلوة ولا عارفة اعمل روتين. يا دوبك بدخل اطبخ في ثواني واطلع اختار اسهل اكل. الجو حر جدا جدا، ربنا يرحمنا برحمته. الجو الصيف ده صعب جدا جدا. المهم بقى يا حبايبي، طبعا بمناسبة الصيف والحر بتاع الصيف، واخداكم النهاردة في رحلة جميلة جدا طلعناها وقضيناها يوم كامل من الساعة 8 للساعة 6:30. طالعين من قرية خان خديجة أو منتجع خان خديجة. الرحلة ديت كانت حلوة جدا جدا. المنتجع ده شامل كل الفقرات، حلوة قوي. في بيسينات كتير، بيسين أطفال وبيسين كبار وبيسين كمان للمحجبات والمنتقبات. وفي هناك مطاعم لو مش حابة خالص انك تاخدي اكل بتشتري اكل من جوه المنتجع. اسعاره زي بره بالظبط، مش اسعار سياحية. وزي ما انتي ما شايفة في اكوا في كل بيسين. بيسين الكبار في اكوا اكبر من كده، وده بيسين الاطفال وينفع للكبار كمان. احنا شخصيا نزلنا فيه. المنتجع ده بقى يا حبايبي شامل زي ما قلت لكم بيسينات، وغير كده مطاعم. وفي كمان زي رحلة نيلية كده فيها المنتجع فيه بحيرة، في مركب كده بالظبط زي ما تكوني في رحلة نيلية، وبدال كمان زي ما تكوني في بحر. وفي كمان حيوانات زي حديقة الحيوان. بصراحة عجبنا جدا جدا، وكان يوم جميل وممتع قوي يعني بصراحة. وانتي كمان تعدي بقى الكوبري الحلو ده، هتروحي بقى الاكوا الكبيرة بتاعت ايه الكبار، الاكوا بقى اللي في البسين الكبير. ودي البحيرة اللي بقولكوا عليها، اللي بتنزلي في المرسى دوت وتركبي المركب، واللي هتدفعيه في دخول المنتجع بتبقى شاملة كل حاجة. يعني مثلا دخول الفرد ب285، ودخول الأطفال بأقل من كده. بس ليه احنا دفعنا 285؟ فده لأن احنا كنا طالعين مع رحلة، وطبعا حاسبين علينا طبعا المواصلات. انما انتي لو معاكي عربيتك وصلتوا للمنتجع دوت هتدفعوا أقل من كده. بس السعر يعني دوت شامل الرحلة بقى اللي هي في البحيرة دي بالمركب، شامل ركوب البدال، شامل كمان ركوب خيل، شامل البسينات كلها. من الساعة 10 الصبح، احنا وصلنا 8 قعدنا نفطر وكده. البسينات فتحت من 10 الصبح للساعة 5:30، فوقت طويل جدا. في أماكن بتقولك يعني ساعتين بتدفعي البسين، ساعتين 2 أو 3 مش أكتر، فاهماني؟ وفي اخر اليوم بيبقى فيه فقرة كده زي حفلة، بتبقى حلوة جدا على حسب بقى هما ما يقدروا ايه يحددوا لك نوع الفقرة اللي في الحفلات. بس كده. ودي بقى ايه الحيوانات اللي موجودة في المنتجع. كان يوم حلو، يوم جميل. اجمل ما في اليوم دوت هي التجمعات العائلية والأسرية. تكوني طالعة مع اخواتك، طالعة مع قرايبك، طالعة مع اصحابك، طالعة مع جيرانك، الناس الحلوة اللي انت بترتاحي لهم، وولادك بيحبوا يتجمعوا معاهم. لو راحة معاهم فين، لو طالعين على السطوح وقاعدين كده قاعدة حلوة، هتبقى القعدة جميلة واليوم الحلو زي ما بيقولوا ما يتعوضش. فطبعا احنا بنحاولوا في يوم زي دوت نتجمعوا كده مع حبايبنا واخواتنا وكل الناس الحلوة اللي احنا بنحبهم، ونتجمعوا مع بعض ونطلعوا رحلة جميلة زي دي. بيبقى يوم ممتع قوي. الجميل اللي فيها غير المكان الحلو ده ان احنا بنبقوا مع بعض. بس كده. وده كان يوم بسيط قضيناه مع حبايبنا واخواتنا وولاد اخواتنا، وكان يوم جميل. يا رب يعيدوا علينا كده واحنا دايما متجمعين وما ينقص منا حد ابدا. بس كده يا حبايبي، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك. اللي اول مره بيشوف قناتي فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة بيتك منور مع سما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.